مداخيل باريس سان جيرمان قد تتجاوز 220 مليون دولار من المشاركة في المسابقات فقط، دون احتساب مكافآت الرعاة والإعلانات وبيع المنتوجات والتذاكر والكثير من الأشياء الأخرى. ضيع باريس سان جيرمان فرصة التتويج بلقب كأس العالم للأندية كأول فريق يفوز بهذه النسخة الجديدة، ليحصل بذلك على 30 مليون دولار نظير مركز الوصافة، بالإضافة إلى مكافآت أخرى خلال مشواره في البطولة تجاوزت 75 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصل عليه النادي الفرنسي في هذه المسابقة إلى نحو 105 ملايين دولار. وتوج بالليغ 1 للمرة 13 في تاريخه، والمقدر قيمتها أكثر من 70 مليون دولار، وأيضا حصد كأس فرنسا للمرة 16 متصدرا سجل الفائزين بهذه الكأس، والتي تقارب قيمتها 2 مليون دولار. ولا زال في انتظار بي اس جي 3 محطات أخرى متبقية ليتوج بستة ألقاب ممكنة من أصل 7 في موسم واحد. أولها كأس السوبر الأوروبي أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي منتصف الشهر المقبل. هذه الكأس تبلغ قيمتها المالية 5 ملايين دولار. وكأس الأبطال الفرنسية أمام أولمبيك مارسيليا، الفريق الذي احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، لأن البي اس جي فاز بالدوري والكأس. كأس الأبطال تدر ما لا يقل عن نصف مليون يورو لكلا الناديين، وقد يحصل الفريق الفائز على 2 مليون يورو. وآخر كأس هي كأس الانتر كونتيننتال المشابهة لكأس العالم للأندية سابقا، والتي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وسيحصل الفريق المتوج بها على 5 ملايين دولار. وستضم هذه البطولة أبطال أوروبا وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى. وسيتأهل باريس سان جيرمان كفائز بدوري أبطال أوروبا مباشرة إلى النهائي، ليواجه أحد الفرق الخمسة الأخرى. وستقام كأس الانتر كونتيننتال في 17 ديسمبر 2025، وعلى الغالب ستجرى في قطر.